يعني أنتم الآن تلعبون سياسة. والله طول عمرنا بنلعب سياسة يا أستاذ شريف. طول عمرنا ال10 شهور اللي فاتوا. لا احنا عمرنا على الأرض أكثر من 10 شهور. طيب السؤال هو إنه الناس تشعر بدهشة الآن، لأنه ربما كان من الانطباع السائد عن حزب النور انه سيكون شديد او ربما مبالغ في التشدد، او ربما حتى صاحب موقف عدائي باتجاه اسرائيل. احنا اولا مواقفنا كلها بتنبع من رؤية شرعية، واي موقف بنتخذه بعد دراسات شرعية، ومصلحة مصر بنضعها في مقدمة. احنا يعني الحديث اللي دار اليوم مع مراسل الاذاعة الاسرائيلية كان اولا ابدى يعني تعبير ان هو حصل ارتياح في المجتمع الاسرائيلي من التصريحات اللي هم تابعوها في وسائل الإعلام المصرية من رؤية حزب النور وتعليقه على اتفاقية كامب ديفيد، وإن هي اتفاقية ملزمة لمصر في الوقت الحالي لأن هي وقعتها حكومة سابقة. ومبدأنا في حزب النور إن احنا بنحترم جميع الاتفاقات اللي وقعت على أن تتم مراجعتها بما يحفظ مصلحة شعب مصر ويحفظ لمصر سيادتها على جميع أراضيها. هل ده إرسال نوع من التطمينات للعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من خلال موقف حضرتك بتعبر عنه؟ إن احنا مواقفنا بتنبع من رؤية شرعية. إذا كانت هي تعتبر رسالة تطمين هي رسالة تطمين، ولكن هي أولا وأخيرا رؤية شرعية إن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهي مصر ملتزمة بعهود ونحن لا نقطع العهود التي قطعتها مصر على أنفسها. التعليق الثاني كان هو متعجب وأبدى يعني تعجب الأوساط السياسية الإسرائيلية يعني ودهشتها من المقاعد اللي حازها حزب النور والقفزات التي قفزها خلال 5 شهور، وقالوا إن ده ما كانش متوقع بالنسبة لهم. فسأل هل كان ده متوقع بالنسبة لحزب النور نفسه؟ فكانت الإجابة إن إحنا طبعا في حزب النور كنا متوقعين كده، ولكن ربما النظام السابق كان بيرسل رسائل للخارج مفادها إن مفيش قوة شعبية في مصر لها الغلبة أو لها التواجد غير فقط الحزب الوطني وأنصار الحزب الوطني. فكان بيعطي رسائل سلبية للخارج إن القوة الوحيدة القادرة على تأمين البلاد وعمل استقرار ويعني ضمان لمناخ الاستقرار في المنطقة غير الحزب الوطني. والكلام ده طبعا طلع عاري تماما عن الصحة بدليل الأصوات العالية جدا اللي حازها يعني أبناء التيار الإسلامي من يعني ثقة الشعب المصري. مفهوم. طب دكتور يسري، يعني كان من اللافت انه عدد من قيادات الحزب وحضرتك احدهم على مدى ال3 أو ال4 ايام اللي فاتوا كنتوا ايضا اصدرتم تصريحات انه لن يكون هناك حوار الا من خلال وزارة الخارجية المصرية. لماذا قبلتم الحوار مع وسيلة اعلام اسرائيلية النهارده؟ احنا ما قبلناش حوار مع وسيلة اعلام، احنا كان في تسريبات من صحيفة هارتس الاسرائيلية بتقول ان الخارجية الاسرائيلية يعني اوعزت لسفيرها في القاهرة باجراء حوارات مع الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية ومنها حزب النور. ولما الخبر سئلنا عنه في الصحافة المصرية قلنا والله احنا ملتزمين بالقنوات الرسمية للدولة كحزب سياسي في ارض مصرية، واي دعوة من اي طرف خارجي لابد ان تأتينا عن طريق القناة الشرعية الممثلة في وزارة الخارجية، وبعدها احنا احرار نقبل او نرفض. ولكن هو الموضوع كله عبارة عن تصريحات صحفية وتسريبات، ما فيش شيء على ارض الواقع. اذا جاءتنا دعوة رسمية عن طريق وزارة الخارجية سوف ندرسها في الهيئة العليا للحزب، واحنا في المرحلة الحالية ما نعتقدش ان في فائدة من الحوار مع يعني الكيان الاسرائيلي. لكن هو الحوار تم من خلال الاذاعة الاسرائيلية التصريح النهارده. انا كان ده حضرتك ده صحفي، يعني انا فوجئت الحقيقة بصحفي بيتصل وهو قال ان هو صحفي عراقي بيراسل لصحيفة للإذاعة الإسرائيلية وسأل سؤالين يعني هو ما كانوش في سياق، ما ذكرش فيهم يعني أبدا موضوع أن هو السفير الإسرائيلي والاتصالات الإسرائيلية. لو كان عرف نفسه على أنه صحفي إسرائيلي كنتم قبلتم الحوار أم رفضتوه؟ والله هو الحوار تم أو ما تمش، يعني هو يعني ما فيش مانع، احنا مش حاطين حوالين نفسنا سياج يا أستاذ شريف مكتوب عليه ممنوع اللمس. يعني احنا سياسيين مصريين بنفس مصلحة مصر، بنحاور الجميع ولنا رؤانا الشخصية بنعرضها على الجميع بما يحقق الشرع الحنيف اللي احنا بنلتزم بيه، وفي نفس الوقت بما يحقق مصلحة مصر وسيادة مصر وريادة مصر. دكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور، بشكرك على وجودك معنا في الحياة اليوم.